أهلا وسهلا بجميع الإخوان في قناة مغربكم. اليوم بغيت نشارك معكم موضوع حلقة اليوم الخاصة بتجديد وإصلاح الملاعب المغربية، وعندي بزاف من الأشياء المثيرة باش نشاركها معكم، ولكن قبل ما نبداو محتاج دعمكم ومشاركتكم باش نطوروا القناة ونقدم لكم المزيد من الوحشويات الرائعة. فما تنساوش تضغطوا على زر الإعجاب وتشاركوا الفيديو مع أصحابكم وحبابكم. كما يمكنكم الاشتراك في القناة باش تكونوا أول المعلقين على الفيديوهات الجديدة. أنا متشوق لاكتشاف وجهات نظركم وتعليقاتكم، فما تردوش في كتابة تعليقاتكم واقتراحاتكم في صندوق التعليقات أسفل الفيديو، وأنا على استعداد تام للاستماع لكم وتنفيذ طلباتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة اليوم هي موضوع كبير، وهو إصلاح ملاعب المغرب باش تكون جاهزة لاحتضان كأس أفريقيا للأمم وكأس العالم 2030. كيف ما كيعرف الجميع، فكرة القدم هي فاتحة لباب الفرح والتضامن بين الشعوب، وها هو المغرب اليوم اللي كيحاول يدخل قلوب ديال الناس بالملاعب ديالو بعد موحد العرب والأفارقة، وأدخل الفرحة والسعادة في قلوب جميع شعوب العالم خلال نهائيات كأس العالم 2022 في قطر. المغرب بلاد الأصالة والجمال. المغرب كيستحق يكون مضيف لأكبر الفعاليات الرياضية في العالم، عنده ملاعب رياضية رائعة كتحمل فيها الأمانة ديال الرياضة الوطنية، لكن عندنا للأسف ملاعب مشاكلها كثيرة وماشي كل شيء يكون مضبوط. المهمة ديال الدولة اليوم هي تحقيق تغيير حقيقي ونرجعوا الملاعب بمواصفات عالمية بدون مضامير ألعاب القوى، وتقريب الجمهور لأرضية الميدان. أول حاجة بدأ بها المغرب هي تحديث الملاعب من الداخل والخارج، كملعب طنجة الكبير اللي غادي يوصل عدد المقاعد ديالو إلى حوالي 90,000 متفرج. تجديد الملعب وتغيير الأرضية المعشوشبة باش تكون مريحة وآمنة للعب، تغيير الكراسي باش تكون مريحة للمشجعين، ومازال غادي يكون إصلاح الإضاءة باش تكون واضحة وكاملة، ومنساوش أيضا تجديد الحمامات باش تكون نظيفة ومريحة للجميع. مركب الأمير مولاي عبد الله اللي بدات عملية الهدم هذه مدة، غادي تهدم المرافق القديمة وتغييرها بمواد حديثة ومتطورة. المعايير ديال البناء غادا تكون عالية بزاف باش تضمن راحة الجمهور واللاعبين والمدربين. من بعد هذا الشيء غادي يكون التركيز على تحسين البنية التحتية ديال المركب كوسائل النقل الكافية باش المشجعين يوصلوا للمركب بكل سهولة ويسر، وغادي يكون تحسين الطرقات وتوفير المواقف الكافية للسيارات، لأنه من الضروري خلق ظروف ملائمة للجماهير باش يستمتعوا ويشجعوا الفرق والمنتخبات بكل حماس. غادي تكون مرافق متطورة ومتنوعة في المركب، غادي تكون مقاعد مريحة ومراحل نظيفة ومطاعم ومحلات تجارية داخل المركب. المهم هو جعل المركب الأمير مولاي عبد الله مكان مريح وممتع للجماهير. المرحلة الأخيرة هي إنشاء ملاعب تدريبية ومرافق للفرق المشاركة، غادي تكون ملاعب حديثة ومجهزة تجهيزا كاملا للفرق باش يتدربوا في أفضل الظروف، وغادي يكون اهتمام بتوفير مرافق للإعلام والصحافة باش يتمكنوا من تغطية الفعاليات الرياضية بشكل ممتاز. هادشي غير البداية باش نحسنوا مركب الأمير مولاي عبد الله باش يكون جاهز لاحتضان كأس أفريقيا وكأس العالم. المهم من وراء هذه الفكرة هو تطوير الرياضة في المغرب وتوفير بنية تحتية متطورة لاستقبال الفعاليات الرياضية الكبيرة. ثاني حاجة هي تطوير البنية التحتية المحيطة بالملاعب كوسائل النقل مثلا باش المشجعين يقدروا يوصلوا للملاعب بسهولة، وهناك أيضا إحداث نظام فعال للتأمين والأمان باش الجميع يشعروا بالراحة والأمان أثناء التجمعات الكبيرة. والأهم هي توعية الناس وتشجيعهم على المشاركة في الرياضة كالحملات التوعوية باش يشجعوا الشباب على ممارسة الرياضة وتنمية مواهبهم الرياضية، توفير الدعم والتدريب للمدربين والحكام باش يكونوا في أفضل حالة ويساهموا في تطوير كرة القدم الوطنية. شكرا جزيلا مسبقا لدعمكم ومشاركتكم، وأنا متحمس جدا باش تكونوا عائلة كبيرة ونقضيو وقت ممتع ومثير في قناتي. ما تضيعوش الوقت، ضغطوا على زر الاشتراك وزر الإعجاب فضلا وليس أمرا. تحية لكم يا إخواني المغاربة، إلى اللقاء في الفيديو القادم بحول الله تعالى.